بسم الله الرحمن الرحيم. بيان استقالة. بعد اندلاع حرب 15 أبريل دعمت مشروع التغيير عن قناعة تامة ومن دون أي تأثير أو رغبة لتحقيق أطماع شخصية أو سياسية، وكان الهدف واضحا ومحددا، وهو تفكيك الدولة القديمة وجيشها المختطف ونخبها، وإنهاء إجرامها وعنفها وظلمها وفسادها واستعلائها واحتكارها للقرار السياسي وهيمنتها على السلطة ونهبها للموارد وتدميرها للبنية التحتية وإشعالها للحروب ورفضها للسلام وصناعتها للميليشيات. ولكن بعد تطاول أمد الحرب حدثت انحرافات ومعطيات جديدة تمثلت في تكرار ذات الأخطاء التي وقعت فيها الدولة القديمة المذكورة أعلاه، وكنت قد تعهدت من قبل بأنني سوف أتقدم باستقالتي في حال تعرض المواطنين المدنيين العزل للاستهداف الممنهج من طرف قوات الدعم السريع التي أنتمي إليها. وقد تحققت مؤخرا وبشكل قاطع من حدوث الاستهداف المباشر للمدنيين من قبل قوات الدعم السريع، سواء التي حدثت في ولاية الجزيرة وشمال دارفور وغيرها، وكذلك القصف المدفعي على معسكرات النازحين في زمزم وأبو شوك وقزبينة وكبكابية نتج عنها مقتل مدنيين أبرياء عزل. وقد طالبت من قبل في تسجيل صوتي بتاريخ 16 يناير الجاري نشر للرأي العام بتكوين لجنة تحقيق وتقديم الجناء إلى المحاسبة والتوقف عن استهداف المدنيين. وقد وضحت حينها أنه في حال عدم اتخاذ أي إجراء سوف أقوم باتخاذ القرار المناسب حيال ذلك. وحتى هذه اللحظة لم يتم اتخاذ أي خطوات فعالة لإيقاف القصف العشوائي ضد المدنيين والتحقيق في الجرائم المرتكبة. عليه إيفاء لعهدي ووعدي الذي قطعته من قبل، وبناء على ما تقدم من أسباب موضوعية أعلاه، فقد قررت أنا أيوب عثمان نهار بأن أتقدم باستقالتي بصفتي الرسمية من منصب مستشار قائد قوات الدعم السريع، وإنهاء كل الارتباطات التي لها علاقة مباشرة أو غير مباشرة بقوات الدعم السريع بشكل نهائي، ويسري ذلك اعتبارا من تاريخ اليوم 24 يناير 2025. وأعلن عن التزامي بمواصلة العمل من أجل استعادة الحكم المدني الديمقراطي. إن إنهاء الحرب وتحقيق السلام والاعتراف بجذور الأزمة السودانية تستوجب العودة إلى منصة التأسيس للوصول إلى عقد اجتماعي سياسي جديد في ظل وطن واحد تسود فيه قيم الحرية والسلام والعدالة. أيوب عثمان نهار، المستشار السابق لقائد قوات الدعم السريع، الجمعة 24 يناير 2025.